اهلا بيكم. عميل عندي على الصفحه كلمني وقال لي يا ايمن انا اشتريت عربيه تويوتا كرولا وعايزك تيجي تفحصها. قلت له المفروض تفحص قبل ما تشتري، مش تشتري وبعد كده تفحص. رحت اشوف العربيه ولقيتها بالحاله اللي حضراتكم شايفينها دي. هو كان فاكر ان العربيه فابريكا دواخل، فابريكا حوض، فابريكا شنطه، رشه من بره بس، رش خارجي كده نظافه عشان تكاليح. لكن اللي انا شفته في العربيه مختلف تماما، وللاسف هو كان خلاص اشترى. وطبعا دلوقتي يعني العربيه خلاص بقت بتاعته باسمه. العربيه رشه الحوض وفيه نسبه معجون كتيره قوي في البطاحات وفي الشاسيه. وجيت ابص على القوايم لقيت القوايم كمان فيها معجون. دواخل العربيه كلها معجون، مش دهان بس، يعني مش دهان من الخارج بس زي ما صاحبها كان بيقول قبل ما يبيع له. اكتشفت حاجه كمان في العربيه دي، انها غيرت سقف كامل، مش قشرة سقف بس كمان، لا ده سقف كامل. صاحب العربية قبل ما يبيعها له كان قايل له انها فابريكا دواخل ورشة سقف نظافة، رشة بالكامل من بره نظافة عشان خاطر التكاليح والكلام ده. بصيت على الست قوايم في العربية لقيتهم كلهم معجون ومفيش حتة ما فيهاش معجون، والسقف متغير زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين. القايم الوسط اهو القلم مش راضي يمسك خالص مكان اللحام اهو في الست قوايم، فكده هو مغير سقف بالقوايم بتاعته. وكمان دواخل العربية في بعض الأماكن فيها نسبة معجون عالية جدا. وكمان الشاسيه من تحت، لما نزلت تحت العربية اتأكدت إن الشاسيه كمان معمول له زراجين كتيرة في كذا حتة في الشاسيه. القوايم وتحت الكنبة وكل حتة في العربية معمول لها زراجين بسبب إن العربية اتقلبت واتصلحت. الراجل خلاص اشترى وقال ان هو صاحبها اللي باع له العربيه كان قايل له انها فابريكا دواخل وفابريكا شاسيه ودواخل الشنطه سليمه ودواخل. الرساله اللي حابب اوصلها للناس اللي بيشتروا عربيات او اللي مقبل على شراء عربيه مستعمله، قبل ما تدفع جنيه عربون في العربيه لازم تفحص، تتاكد ان العربيه فعلا سليمه، تتاكد من حالات الانصاص بتاعت العربيه، السقف، دواخل العربيه، الشاسيه، تاكد من الكاوتش، تاكد من العفشه، تاكد من الموتور، تاكد من الفتيس، تاكد من جميع الحساسات والكهرباء بتاعت العربيه، تاكد من التكييف. كاوتش العربيه دلوقتي بقى بفلوس، بقى برقم لوحده. القصد للناس والتوعيه يا جماعه، اوعى تدفع جنيه عربون حتى غير لما تفحص العربيه وتتاكد ان العربيه فعلا سليمه.